السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. براين ادينسون على تنفيذ مخالفة في مكان يتقدم فيه رامي عبد الله، عمار طيفور ومحمد كسرى داخل منطقة الجزاء. أيضا حمزة داود بجانب الثنائي الهجومي كاميرا والجزولي. كرة ملعوبة لبرايان، محاولة هدف أول عن طريق رامي عبد الله. رامي عبد الله يستهل الأهداف في هذه المباراة براسية عمار طيفور، ورامي عبد الله يضع الكرة في المرمى يسجل أول أهداف المباراة. رامي عبد الله هدف الريخي أول بمتابعة رائعة للتسديد أو للراسية الرائعة، ويتفاعل مع أحد الجماهير المريخية مع النص اللي موجود خارج الملعب، دائما مساند ومتابع ودائما حاضر بدراجته في تشجيع المريخ. كوف الكرة كولومبية رائعة من براين وراسية أروع من عمار، تصدي من الحارس وعودت برامي، ورامي وضع الكرة في المرمى يفتتح التسجيل في هذه المباراة. سعادة كبيرة وفرحة كبيرة بهدف التقدم الأول في هذه المباراة عن طريق رامي عبد الله. رامي عبد الله الظهير الأيمن للمريخ يفتتح التسجيل في هذه المباراة. رامي عبد الله بمتابعة رائعة يضع المريخ في المقدمة في هذه المباراة. عرضية مثالية من براين ادينسون، راسية رائعة من عمار، والمتابعة من حارس المرمى، ورامي كان متابع وسجل أول أهداف اللقاء. هدف مريخ أول في مرمى ودنوباوي عبر المدافع رامي عبد الله في شباك حارس المرمى إيهاب عامر. إذن المريخ يسجل رابع أهدافه في ودنوباوي من ادينسون يلعب كرة لأحمد حامد، التيش داخل منطقة الجزاء في مواجهة إيهاب عامر، يمر من إيهاب وأحمد حامد والكرة في المرمى. ثاني أهداف المريخ في هذه المواجهة عبر الهداف الجزولي نوح، يعود لهوايته المحببة بزيارة الشباك والدنوباوي في الموسم الثاني على التوالي، يضاعف النتيجة بهدف ثاني. من المهارة التي تدرس في عالم كرة القدم من جانب أحمد حامد، صناعة كولومبية وفي بصمة سودانية عبر أحمد حامد الموهوب، مرة من عبد الحفيظ، مرة من إيهاب عامر في مهب الرياح. إيهاب عامر وحاول يسدد، عادت للجزولي والهداف هداف يضع الكرة في المرمى يسجل ثاني الأهداف للمريخ في هذه المباراة مع المدرجات المقصودة الرئيسة شوف الكرة، شوف مهارة أحمد حامد أحد الموهوبين، بالتأكيد يذكر المريخاب كثيرا بالنجم السابق أسامة آدم ريحان، أسامة سكسر والدش لاعب معطوب بالموهبة، والكرة عادت والجزولي هوبا في المرمى. ثاني الأهداف للمريخ في هذه المواجهة. كرة ملعوبة بدر الدين صلاح، بدر الدين صلاح ويضع الكرة في المرمى يسجل هدف تقليص الفارق لودنوباوي بروعة كبيرة. بدر الدين صلاح يسجل هدف عبر ركلة جزاء، وضع الكرة في المرمى سجل هدف تقليص الفارق أمامنا على الصورة. بدر الدين صلاح وضع الكرة على يسار محمد مصطفى، نجح في تسجيل هدف ودنوباوي الأول عبر ركلة جزاء. تبديل قادم في هذه المباراة، وهذا هو الهدف لودنوباوي، دخول أبازر موسى، أيضا دخول أحمد آدم بيبو من جانب المريخ. أبازر موسى يشترك في هذه المباراة.